ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Les touristes viennent y acheter leurs souvenirs en revenant de la plage. Ils y prennent aussi l'apéritif. محل سيدي بوحدي. سمعنا كما قلت انا تويكا يعني اللي يدعيوا انكم هنا يعني سربي والكل، ونهار اللي جا العريفي السواح الكل ما جاتكمش وخايفين يعني من مجموعه ولا من سلفيين باش يجيوا يعني ينحيوا للكل الناس. اول شيء يعني حبينا نعرف اسكو سربي والكل ولا لا؟ هذا مش صحيح، احنا ما نسربوش الكل، هذا المحل هذا ما نسربوش الكل، مختص في مقهى عربي ونبيعوا انواع العصاير، نبيعوا القهاوي، نبيعوا الشيشه، نبيعوا ما عندناش الكل بكل، ومش ما لاحظناهاش حتى من عند السواح اللي متواجدين نهارتها عندنا، ما لاحظناهاش وما عندناش. طيب لهنا سؤال بسيط هكا على الاخر، وانا نعرفك يعني كلمتك تقولها، عمرك شي نهار لقيت قلق من سلفي ولا من غير سلفي ولا في حمامات؟ يعني الجو العام في حمامات فماش عندناش تفرقه في وسط المجتمع في ابدا المحل هذا يجيوه الاطياف الكل، عمرنا ما عندنا وما لاحظت حتى قلق، وما قلقني حد لا في العمل نتاعي ولا حتى في وسط الحرفاء اللي عندنا، ما عندنا حتى قلق، امورنا من مريقله من الثوره لتويكا، ما عندنا حتى مشكله. حبيت نسالك تسربيوا الكل هنا ولا لا؟ مو على خاطر ثم برنامج فرونس 24 عداوهم فوي سبيسيال وجاو قالوا اللي نهار اللي جا العريفي السواح اللي هنا متسانسين يعملوا الابيريتيف نتاعهم في الصباح هربوا خافوا من سلفيين، ما نشابوش الكل، وقالوا ومصور سامحني ومصور هو في سيدي بوحديد، يعني هو يكذب كيفاش هو مصور سيدي بوحديد وقال هنا الناس هاك ما عادش يجيو على خاطر يعني خايفين. لا مش صحيح، وما نسابوش احنا الكل هنا، وتنجم تشوف المنيو بتاعنا ما عندناش الكل، هذه قهوه سياحيه، وبالعكس انا الرجال العيفي موجودين برشا كليونات، وتنجم ترجع خاطر عندنا دي كاميرا ونجموا نسجلوا النهار هذاك، وتنجم ترجع النهار الجابين العيفي موجود اسلاميين وبحذاهم كليونات يشربوا في قهوهم عادي وما تبدل حتى شيء. الله يبارك فيك، ربي يعينك. La plupart des terrasses sont fermées. Le patron de ce restaurant redoute un rassemblement qui s'est formé sur la place principale. Pourquoi vous avez fermé? Pourquoi vous avez fermé? Je ne veux plus d'être des problèmes avec eux, parce que ici je vends l'alcool, ok? Et ces gens-là, ils n'aiment pas l'alcool. Si je veux mettre des clientèles ou trucs comme ça, je veux pas. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه ساحة الشهداء. اليوم في قداش في الشهر احنا اليوم؟ اليوم 19. اليوم 19 جان في 2013. قداش بالله التوقيت بالضبط؟ 10 ودرجين. 10 ودرجين. هنا تقريبا نفس التوقيت اللي عمل فيه الشيخ العريفي المحاضرة. بالرغم من المحاضرة كانت نهار الاثنين، يعني العدد الناس يكون ولا الحركية في مدينة الحمامات أقل، واليوم سبت. مفهوم؟ سنوريكم اليوم البربر، وعليكم السلام. سنوريكم اليوم البربر اللي يخرج يعني الجيرون تاعه ويقول راهو نهار اللي جا العريفي انا ما سربيتش الشراب وخفت من جماعه هذوما وخفت من البروفوكاسيون. هذا البربر قالوا ما في حتى حد مسكر، هذاك اللوطه مازالوا يحطوا في الميزون بلاس وما يسربيوش في الوقت هذا 10 تاع الصباح. يعني تقولش عليها العباد تجي للبربر الفوق وتاخذ كعبه كيك وكاس ويسكي ولا كعبه بيره وكعبه كرواسون تيجيني نتاعو. هو هذا البربر باش نوريكم اللي الجيران اللي كان فيه اللي موجود فيه كذاب. العلم انه الشخص هذا اللي هو العامل ممكن جيران ولا كذا، اتصلنا بالمسؤولين ومدير المطعم وانكر يعني الكلام اللي قاله الرجل هذا، قال يعني احنا عديناه على التحقيق او على مجلس التأديب وتم ايقافه شهر عن العمل مقابل انه باش يتم فتح يعني تحقيق في الامر هذايا. انه يعني صاحب المطعم بنفسه اتكلم وقال راهو بالنسبه لنا عمرنا ما شفنا حتى مشكله، بالعكس يعني كل تظاهره تصير الا والمجموعه هذه واعضاء الجمعيه هذه يوفروا الحمايه اللازمه للمحل وبيناتنا كان التعامل يعني السليم. فبالتالي يعني عيب على الشخص هذا انه باش يكون يحب يعمل مشكله كما كاي ويعاون يعني قنوات ما تلوج كان الا في يعني اشياء خاطئه خايبه عن البلاد
وبالتالي خذينا عهد من عند صاحب المحل على انه باش يبعث لنا ما يعني رسالة اعتذار يعني لا تجب اكسكيوز، وان شاء الله نوفيكم فيها يعني في اقرب اوقاتنا. Il explique qu'un bon musulman doit battre sa femme et qu'il est permis de tuer au nom d'Allah. Des prédicateurs qui s'approprient l'espace public, c'est nouveau en Tunisie. سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الحسان بالحكمة والصدق ازدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله. شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها بما قد رسمت هادينا ورسول الله.